بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني واحبائي اعضاء منتديات اف اكس اريبيا. احب ارحب بيكم في تحليل اسبوع جديد. هنتابع مع بعض سويا تحليلات العملات اللي احنا بنتاجر عليها خلال الاسبوع، وان شاء الله نتابع سويا في المواضيع الخاصة بالورش على موقعنا www.fx-arabia.com. هنبدأ مع بعض على اليورو دولار. شايفين احنا هنا فريم الويكلي. شايفين على فريم الويكلي السعر واقف هنا عند دعم او خط دعم سابق، وفعلا ارتد منه شوية. الزوج هنا بيكون نموذج الهيد اند شولدرز واضح جدا ومثالي جدا. شايفين هنا ادي الكتف اليمين وادي الكتف الشمال وادي الرأس. طبعا هو الزوج كان كاسر بالفعل من حوالي شهر ونص. كسر الترند الصاعد اللي هو كان ماشي فيه وعمل له إعادة اختبار مرة تانية، وبعد كده بدأ في الهبوط مرة أخرى. على فريم الديلي هنلاقي هنا كان في صعود فعلا لليورو دولار خلال أول الأسبوع، لكن خبر البطالة بتاع الدولار الأمريكي خلى ان السعر اليورو دولار يبدأ في تكوين شمعة هابطة. وقدرت الشمعة الهابطة ان هي تبلع شمعة اليوم اللي فات. هنلاقي على فريم الاربع ساعات، طبعا احنا كنا شايفين هنا كان في جاب في بداية الاسبوع. يمكن اعتقد في ناس بتقول ان الجاب لسه ما تقفلش. هو فعلا الجاب ما تقفلش بفرق حوالي 20 نقطة. اعتقد ان احنا قد نرى هبوط مرة اخرى علشان نقفل الجاب بتاع الاسبوع الماضي، وعلشان كمان نكمل نموذج الهيدن شولدرز اللي هو نموذج انعكاسي اللي هو بيعكس الحركة من صعود زي ما احنا شايفين الى هبوط. ونموذج هيدن شولدرز على فريم الويكلي دي حاجة ما بتتكررش كتير كتير، يعني ممكن كل سنتين تلاتة نلاقيها مرة، وهو نموذج مثالي جدا زي ما احنا شايفين. وهنشوف هنا عندنا المستوى الأهم هنا هو مستويات 32 33، وهو بيتمثل في لو الأسبوع قبل الماضي، والترند أو خط الدعم اللي هو ظاهر عندنا بالشكل ده. إذا أعتقد أننا سنرى هبوط في بداية الأسبوع حتى نغلق الجاب، وحتى نصل إلى الارتكاز مرة أخرى على خط الدعم ومحاولة كسره لإتمام نموذج الهيد أند شولدرز. لو عايزين نبدأ بيع من بداية الأسبوع ممكن نبدأ بيع، ولكن بحذر. أفضل بيع والبيع المثالي هو بعد كسر نموذج الهيدن شولدرز، أي بعد كسر مستويات 3 1.32 30. بعد كسر هذه المستويات والإغلاق فوق تحتها بشمع 4 ساعات على الأقل، يبقى في عندنا هنا هدف تاني بعديها على طول مستويات 450 اللي هو اللو السابق. بعد كده هيكون هدف مفتوح تماما حتى المزيد من الأهداف السفلية، وقد نصل إلى اللو التاريخي اللي هو عند 1.18. لأن النموذج لو حسبنا النموذج وهدفه هنلاقي إن احنا هنا عندنا هدف حوالي 2000 نقطة هبوط على اليورو دولار، ده كهدف مثالي للنموذج. يمكن يعني هنجيب كمان تحت 1.18 لو النموذج كان مثالي وتم الكسر ليه وإتمامه بشكل كامل. لو رسمنا فيبوناتشي هنلاقي إن السعر أغلق يعني نسبيا تحت مستوى 50 فيبوناتشي، والبقاء تحت مستوى 50 فيبوناتشي مهم جدا لاستمرار المزيد من الهبوط. طول ما احنا فوق مستوى 50 فيبوناتشي لا يفضل لنا البيع اطلاقا، لكن اعتقد الاغلاق هنا بتاع يوم الجمعة ويوم الخميس بفعل اخبار البطالة هيكون ليه رد فعل سلبي على اليورو دولار خلال الاسبوع القادم. اذا استراتيجيتنا الرئيسية للدخول هو الدخول من كسر مستويات 1.32 وبهدف اولي مستوى 61 فيبوناتشي اللي هيكون عند مستويات 30 40 او 30 50. ده يكون هدف اول خلال الاسبوع، ثم بعد ذلك اهداف مفتوحة نسبيا حتى اللو السابق. هنشوف على الباوند دولار. زي ما احنا شايفين ايضا كان الباوند دولار
هو يسير اصلا في وتد، ثم كان هنا حصل هنا كسر للترند الصاعد وعمل اعادة اختبار، يمكن كان اعادة اختبار كاذبة، لكن نزل مرة تانية. وشايفين يوم الجمعة ايضا، يوم الخميس والجمعة كان في كسر لاخر خط دعم موجود على الباوند دولار، وتم الكسر وعمل اعادة اختبار واغلق هابط، واغلق تحت مستويات ال 61 فيبوناتشي. اذا ايضا لا زال السعر في الباوند دولار يتجه نحو المزيد من الهبوط بعد اغلاقات سلبية جدا يوم الخميس والجمعة. اغلاق الويكلي لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا، لكن الاغلاق افضل مستوى 61 فيبوناتشي هو مستوى جيد للمزيد من الهبوط. اذا طالما احنا تحت مستويات 61 فيبوناتشي اللي هي مستويات 1.56، طالما احنا تحت هذه المستويات يبقى احنا الزوج للمزيد من البيع. لو رسمنا على فريم الديلي هنلاقي في ترند اخر على فريم الاربع ساعات، اعتقد هو ده مدار الحركة اللي هيكون على الباوند دولار خلال الاسبوع القادم. على فريم الاربع ساعات هنا كان في شايفين هنا اهو ادي ترند اخر، واعتقد ان هو تم الكسر بالفعل، وممكن يكون في صعود لإعادة الاختبار لمستوى 61 فيبوناتشي، والبيع هنا ممكن ايضا يكون مستوى كويس للمزيد من الهبوط. اهدافنا الاولى هي مستويات 1.5450، دي حوالي 150 نقطة على فريم الاربع ساعات، وبعد كده بعد كسر هذا الترند اللي هو مستويات زي ما قلنا 54.50 هيبقى لنا كلام تاني في الوصول للو السابق اللي هو كان عند مستويات 52.70. اذا كده احنا شبه استشفينا في قوة للدولار خلال الاسبوع القادم، لكن علينا اولا ان نلتزم بالمستويات اللي احنا بنتكلم عليها. المستوى ده طالما احنا تحته يبقى الزوج للبيع، لو طلعنا فوقيه يبقى خلاص، يبقى انتهى فكرة البيع مؤقتا حتى الهبوط تحته مرة اخرى. ونفس الوضع ايضا على اليورو، ننتظر اغلاق تحت مستويات 50، يبقى احنا ممكن نكون في المزيد من البيع زي ما احنا شايفين. هنشوف عملة اخرى وهي الاسترالي دولار. وعلى فريم الويكلي الاسترالي دولار قدر ان هو يقفل صاعد. الاسترالي اصلا ترنده صاعد، الاسترالي ماشي في قناة صاعدة وهو اتجاهه اصلا صاعد، وهنشوف ده لما نتكلم عن الذهب كمان بعد شوية. في ابتلاع قوي صاعد، في ارتداد قوي من موفج المية الويكلي، وفي تحفز قوي جدا للمزيد من الصعود. لكن هنا شايفين ان بيتواجد عند نفس المناطق موفينج 100 والموفينج ال 200 الديلي، ودي مستويات قوية جدا، والسعر قدر ان هو يقفل انعكاسيا يوم الجمعة الماضي بعد اخبار الدولار. اذا فنيا اعتقد ان الشراء لازم يكون من كسر الموفينج 200 الديلي. مش هقدر ان انا اشتري قبل كسر هذه المستويات، ويكون الهدف الاول هو القمة السابقة عند 1.6، والدخول يكون من حوالي .54، حوالي 150 نقطة ممكن يكون هدف الشراء للاسترالي خلال هذا الاسبوع. ما دون ذلك نتذكر ان احنا بنتكلم عن قوة للدولار امام الباوند وامام اليورو. ما دون ذلك اعتقد اننا قد نرى هبوط للاسترالي دولار، وهنشوف برضه هو في جاب على الاسترالي دولار لسه مقفلوش، واعتقد ان احنا ممكن نقفله. وهنشوف في هنا ترند يمكن حاد شوية على فريم الاربع ساعات، لكن هو ارتكاز ممتاز جدا لو قدر ان هو يكسر هذا الترند 1.019. لو قدر ان هو يكسر هذا الترند فهيكون لينا دخول جيد جدا للبيع للاسترالي خلال هذا الاسبوع. شايفين موفينج افريج 200 الاربع ساعات بالاضافه الى ترند ممكن يكون شكله افضل اهو على فريم الساعه. لو حصل
كسر لهذا الترند 1.2 حوالي. يمكن احنا واقفين عند الترند، هنستنى اغلاق ساعة او 4 ساعات تحت هذا المستوى، هنخش بيع واحنا مطمنين ان شاء الله. يكون الهدف بتاعنا خلال هذا الاسبوع ممكن يكون اغلاق الجاب، لان الاسترالي لسه عنده جاب مقفلوش، وطبعا لو الاسترالي اغلق الجاب يبقى هنلاقي هبوط قوي جدا على اليورو وعلى الباوند. هنشوف عملة اخرى وهي الدولار فرانك. يمكن اغلاق الويكلي هو انعكاسي، بس مش هنقدر نعتبره انعكاسي الا بعد تكون شمعة اخرى. لكن اللي لفت نظري هنا على فريم الديلي، شايفين هنا السعر محصور في مثلث، ادي الضلع السفلي للمثلث، وادي قمتين اللي هما الضلع العلوي للمثلث. اذا احنا هنا عندنا نقطة انفجار سعري قريبة جدا، مستويات فاصلة 9.3 حوالي 100 نقطة من هنا، ومستويات كسر الترند اللي هي مستويات فاصلة 900. اذا احنا عندنا 100 نقطة فوق و100 نقطة تحت. لازم نستنى الدولار فرانك يسير، هيطلع فوق ولا هيطلع تحت. نستنى كسر فوق، هنخش شراء بقوة هنخش شراء بقوة، لان احنا لو فاكرين شمعة الشهر الماضي قفلت صاعدة. لو قفلت صاعدة يبقى احنا نتوقع شراء خلال هذا الشهر، مع طبعا توقع البيع على العملات الاخرى. هنا برضو على فريم الويكلي النقطة دي قوية جدا، كان في قمة سابقة وقمة سابقة، وهنا كمان في قمة نزلت بالسعر، وكان في هنا دعم سابق ودعم سابق. فنقطة 9.300 هي نقطة قوية جدا ويجب مراعاتها على التحليل خلال هذا الاسبوع. اذا سننتظر كسر 9.300 للدخول شراء، او سننتظر كسر 900 للدخول بيع. ده تحليلي البسيط على الدولار فرانك. اهداف البيع هتكون هذه المستويات، اهداف الشراء هتكون مفتوحة شوية، يمكن حتى القمة التالية او حتى الموفينج افريج 100. هنشوف السلعة بتاعتنا اللي هو الذهب. يمكن الذهب كان يسير في وتد، يمكن مش قادر ارسم حاجة يعني للذهب اكتر من كده، لان هو للاسف حركته مش مظبوطة. لكن خلينا نشوف، طبعا الاسترالي كان قفل صاعد، فاكيد الذهب اكيد من غير ما نبص لازم هيكون قفل صاعد، وده الكورليشن بين العملات. قفل ابتلاعي صاعد وكون ارتكاز جديد، وقفل فوق الموفينج افريج 100 الديلي، وقفل فوق اقرب خط قمم ممكن ان احنا نرسمه هنا على القمم السابقة دي. وايضا هنراقب هنا ادي الترند الهابط للذهب. اذا ايضا السعر محصور ما بين هذه المستويات. الشراء لن يكون للذهب الا بعد كسر مستويات 1.1762، يعني لازم نكسر هاي الاسبوع الماضي عشان نكون كسرنا الترند الهابط، وعشان نكون ارتداد قوي من القمم السابقة المكسورة. على فريم الديلي طبعا السعر يشجع للشراء، شرط كسر 1760 زي ما قلنا. ل4 ساعات مفيش غير ان هو واقف دلوقتي عند الارتكاز. هنتابع صعود الذهب هذا الاسبوع، ان لم يصعد فوق مستويات 1762 او 1770 بشكل تقريبي يبقى احنا لن يوجد لنا متاجرة على الذهب خلال هذا الاسبوع. بكده نكون انتهينا من تحليل الاسبوعي بتاعنا للعملات. اتمنى تكون الناس استفادت، واتمنى ان الناس كلها تهتم بالنقط اللي تم ذكرها في التحليل، ونتابع سويا ان شاء الله على موقعنا الجميل www.fx-com. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.